ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هتكلم معاكم عن موضوع مهم لكل واحدة فينا، وكتير مننا بنتمنى انه يكون عندنا الصفة دي، وهي ازاي تكوني مرحة وفرفوشة بالرغم من كل المشاكل والصعوبات اللي بتمر بيها في حياتك. بس قبل ما نبدأ اقعدي في مكان هادي ومريح وجهزي مشروبك المفضل وتعالي نسمع سوا. لو عايزة تبقي الإنسانة المروح حلوة اللي كل الناس بتحب تقعد معاها لازم تعملي شوية خطوات. أول حاجة هي إنك تغيري منظورك للحياة، بمعنى إنك تعرفي إن الحياة مش كلها مشاكل، وإن كلنا عندنا مشاكل، بس الفكرة هنا مش في المشاكل اللي عندك أو المشاكل اللي عندي. الفكرة في إنك إزاي بتتعاملي مع المشاكل. هل بتفضلي حزينة وبتنكدي على نفسك وعلى كل اللي حواليكي، ولا بتاخدي الحياة ببساطة وتقولي أكيد خير، أو أكيد في حكمة وهتعلم حاجة جديدة من التجربة دي. كل لما تدربي نفسك على التفكير الإيجابي كل ما هتلاقي روحك بقت خفيفة وبقيتي مش شايلة هم الحياة على كتافك، وده طبعا هينعكس على شكلك وعلى أسلوبك وعلى إحساسك بالراحة والسلام النفسي. وتاني حاجة بقى خلي عندك خفة روح أو خفة دم. وخفة الدم هنا مش معناها إنك تبقي بتضحكي على طول أو طول الوقت، أو حتى بتجبري نفسك على الهزار. لأ، خفة الدم دي أسلوب حياة، معناها إنك تكوني تلقائية وبتتعاملي مع الحياة والمواقف بسلاسة وبمرونة، وتتعاملي كمان من غير توتر، وتاخدي الحياة والمواقف بهزار لو ينفع طبعا. الضحك والهزار بيخفف الحياة وبيخفف الأعباء من على كتافنا. أوقات بنلاقي ناس بتعدي بأزمات ومشاكل كبيرة جدا، بس بنلاقيهم بيضحكوا وبيهزروا وبيطلعوا المواقف الكوميدية من قلب المشكلة أو حتى من قلب المرض. وعلى العكس تماما بقى في ناس لو قعدتي معاهم ساعة واحدة هتحسي إنك شايلة هموم الدنيا والآخرة كلها على قلبك، مع إن ممكن تكون المشكلة بتاعتهم بسيطة ومش مستاهلة الحجم ده كله، بس هما بيحبوا يكبروا الدنيا والمشاكل والمواضيع. والناس اللي زي دي بقى نصيحة مني اهربي منهم، لأن دول معرفتهم تأثر العمر. الحياة صعبة علينا كلنا بما فيه الكفاية، فاحنا محتاجين ناس خفيفة على الروح وعلى القلب، ناس تهون علينا ونهون عليها، ناس نقدر نضحك معاهم من قلبنا في أصعب المواقف والظروف. فلو في حياتك حد من الناس دي امسكي فيهم وقدري قيمتهم، لأنهم فعلا كنز حقيقي ومش موجود منه كتير الأيام دي. ولو مضطرة بقى تتعاملي مع الناس السلبية دي أو هم حد من عيلتك أو من أهلك مثلا ومش هتقدري إنك تبعدي عنهم، فوقتها حطي حدود بينك وبينهم على قد ما تقدري، علشان تقدري تحمي نفسك من الطاقة السلبية ومن الأفكار السلبية بتاعتهم. واهتمي بقى بنفسك وباللي بتحبيه، السعادة بتيجي من جواكي انتي مش من حد تاني. فاعملي الحاجات اللي بتحبيها، سواء هواية أو رياضة أو اهتمام بمظهرك، أو حتى وقت لنفسك كده تشربي فيه حاجة بتحبيها من غير استعجال أو توتر. لما تحبي نفسك وتدلعيها ده هيبان في تصرفاتك وهتحسي انك خفيفة وسعيدة. وخليني اقولك على حاجة كمان يمكن هتكوني اول مرة تسمعيها في حياتك، وهي انك تخططي لسعادتك. هتقوليلي في حاجة اسمها اخطط لسعادتي؟ هي السعادة دي اصلا في ايدينا او احنا اللي بنعملها؟ هقولك بكل بساطة زي ما كل يوم كده بتقومي تخططي للشغل اللي وراكي أو للمهام المطلوبة منك، خططي كمان لسعادتك. اكتبي في الجدول اليومي بتاعك كمان الحاجات اللي بتسعدك أو الحاجات اللي هتعمليها لنفسك وبتفرحك، أو حتى خدي قرار كده في بداية اليوم إن أنا النهاردة هبقى سعيدة مهما حصل، ومش هسمح لأي حد إنه يعكر مودي. خططي لسعادتك، لأن سعادتك في إيدك انتي مش في إيد حد تاني. ولو جيتي لاحظتي هتلاقي إن احنا كل يوم بنقوم نخطط لإزاي نضغط نفسنا النهاردة، ازاي نرهق نفسنا بمسؤوليات اكبر مننا، ازاي ننكد على نفسنا، او ازاي حتى نحمل نفسنا فوق طاقتها. وده بيحصل عن طريق ان احنا بنقوم كل يوم نمسك الورقة والقلم ونكتب لستة من الطلبات اللي المفروض نجيبها، ولستة كمان بالمهام، ولستة بالواجبات والمسؤوليات. بنجهز نفسنا للضغوط وللتعب علشان هي دي الحياة ومتطلبات الحياة والمسؤوليات اللي ورانا. طيب ما تيجي كده نجرب نخطط كمان في وسط يومنا لحاجات بتفرحنا وتغير مودنا، زي مثلا انك تاخدي وقت لنفسك بين الضغوط دي كلها، شوية وقت كده تقومي حتى ترقصي فيهم وتطلعي طاقتك وتهيبري فيهم شوية، تتنططي او تزغرطي، قليل من الفرفشة مش هيضر، ويبقى طلعت الطاقة اللي جواكي وعملتي حاجة بسيطة تفرحي نفسك بيها. وهكذا بقى كل واحدة تقيس على نفسها وعلى اللي بيفرحها وتخططي له وتحطيه في جدولك اليومي. او مثلا في اخر اليوم تخططي ان احنا عندنا حفلة النهاردة وفشار وفيلم كوميدي، الفيلم مثلا اللي كان نفسنا نشوفه من زمان بس ما كانش فيه وقت، ونعمل سهرة حلوة او حتى نروح السينما ونخرج ونتفسح. انا قصدي من الكلام ده كله انك تعملي حساب للفرحة في يومك،
وما تنسيهاش. خططي لفرحتك، قولي كده لنفسك كل يوم الصبح هعمل ايه يفرحني النهاردة، هفرفش نفسي بايه النهاردة. وما تنسيش ان الحياة هتعدي بسرعة جدا، فالحقي خدي منها اوقات حلوة، اسرقي منها كام ضحكة على كام فرحة. وخلي بالك ان الضحك علاج سحري، بيحسن مزاجك وبيخرج الطاقة المكبوتة جواكي، ويشيل الهم والضغط الزيادة من على قلبك. وكل ده بس في سبيل انك ما تتعبيش، وعلشان كمان ما تعجزيش بدري، وعلشان تعيشي الحياة ببساطة. وبالمناسبة احنا اتكلمنا امبارح عن ازاي تعيشي حياتك ببساطة وهدوء، فهسيب لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف لو حابين تشوفوه. خلاصة الموضوع، خلي السعادة عادة. الناس اللي اتعودت على الزعل طول عمرها هتكون حزينة، والناس اللي اتعودت تشتكي طول عمرها هتفضل تشتكي، والناس اللي اتعودت تضحك طول عمرها هتبقى سعيدة وهتاخد الحياة ببساطة. ففي النهاية القرار بإيدك انتي اللي بتختاري هتكوني مين فيهم. فسعيدي نفسك بأي شكل وبأي طريقة، واضحكي، وسيبك من النكد والزعل. حتى لو في مواقف متعبة أو صعبة، طلعي من قلبها الضحكة، وصدقيني وقتها هتلاقي كل صعب بيهون وبيعدي. اضحكي حتى على أحزانك، هونيها على نفسك، مفيش حاجة تستاهل إن صحتك تروح علشانها. ولو اضطريتي تخترعي السعادة اخترعيها، علشان احنا مش حمل تعب ولا حزن. سيبك من النكد، خلي النكد لصحابه، واحنا خلينا نعيش بروح خفيفة وسعيدة وبسيطة. وما تخليش حاجة تفوتك أو لحظة في الحياة تفوتك من غير ما تلاقي فيها الجانب اللي يفرحك ويسعدك. حتى لو كان في موقف غريب حصلك في يوم من الأيام، حوليه لموقف كوميدي واضحكي بدل ما تزعلي. وافتكري دايما انك تضحكي وتسعدي نفسك، علشان مفيش حاجة في الحياة تستاهل انه يطلعلك تجاعيد في وشك مثلا. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة، يا رب تكونوا استفدتوا واستمتعتوا. وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.